السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم. يسعدني النهارده أكون معاكم في لقاء هام جدا في كلام خفيف مع أحمد الشريف، واستكمالا للحلقات السابقة اللي اتكلمنا فيها عن طريق النجاح. طريقك للنجاح ده مهم جدا، وعشان كده احنا قلنا بس الأول عندي رسالة مهمة جدا محتاج إن أنا أوجهها النهارده لكل مواطن شريف في مصر، لكل واحد بيخاف على بلده، بيخاف على وطنه، بيخاف على جيشه، بيخاف على شعبه. كل واحد فينا لازم ياخد باله ايه اللي حصل. عشان كده احنا بنتكلم في التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤيه والاهداف والحاجات ديت، احنا بنتكلم عليها في منطق ايه؟ من منطلق ان احنا تم انجاز العديد من النجاحات خلال السنوات الماضيه، ومصر اصبحت من الدول القويه، من الدول التي تمتلك الكثير في كل المجالات، وده اللي احنا هنقوله في المرحله الجايه ان شاء الله القادمه. بس انا محتاج اقول حاجه، محتاج اقول هل يجوز لينا ان احنا بعد ما ضحينا قعدنا 10 11 سنه بنضحي ومستنيين عشان بناء الدوله اللي احنا بنتكلم فيه الوقت ده، وعشان يبقى عندنا عملنا مشروعات قوميه وهنقول جدواها برضو كمان معانا النهارده، وعملنا مشروعات قوميه وعملنا هل يجوز ان احنا نفرط في هذه المكتسبات؟ هل يجوز لينا ان احنا نقول ان لا، ان اما حد يكلمنا كلمه ولا حد يكلمنا كلمه كده نصدقه ولا نضحي بكل اللي عملناه في السنين اللي فاتت؟ طبعا ده مش منطقي ولا مقبول. ما احنا اللي احنا عايزينه زي ما احنا بنقول كده، زي ما في جنود على الجبهه، زي ما في جنود على بيحموا الجبهه الخارجيه للدوله المصريه، لازم يبقى في جنود ان هم جنود الوعي بقى، جنود الوعي اللي موجودين داخل الدوله المصريه. كل واحد في حضراتكم جندي في مكانه، كل واحد سفير في مكانه، كل واحد قادر ان هو يحمي الدوله ديت بعده طرق. الطريقه الاولانيه اللي احنا محتاجينها ان احنا ما نسمعش لحد بيسيء للدوله المصريه، ده رقم واحد. يعني اي حد يسيء للدوله المصريه لازم نتصدى ليه بكل قوه. الحاجه الثانيه ان احنا ما ينفعش نكون ناقل للاشاعات او ناقل للكلام اللي غير متيقن منه. عشان كده احنا بنقول الوعي ايه؟ ان ترى الامور على حقيقتها. يبقى الوعي هو ان ترى الامور على حقيقتها، ان انت تعرف كل حقائق الامور، وبالتالي لما تعرف ده يبقى انت ما ينفعش تبقى ناقل لمعلومه مش مظبوطه ولا كلام مش مظبوط. الحاجه الثانيه لازم يكون لنا خط الدفاع الاول داخل مصر، لان انت عارفين، لازم نبقى عارفين ان في كل المخططات الدوليه نعمه بتشتغل على فكره الاسقاط الدوله من الداخل، يعني اللي هو التدمير الذاتي للشعوب. يعني ايه تدمير الذاتي للشعوب؟ يعني انا بشتغل على تدمير الاسره من بدايه من الفرد وللاسره للمجتمع. هم شغالين على كده، ان هم بيكسروا في المعتقدات بتاعتنا، في العادات والتقاليد، في الثقافات، بيغيروا في المفاهيم دي كلها. بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها ان لو قدروا يوصلوا، الشعوب اللي بيقدروا يوصلوا ان هم يغيروا في الثقافات بتاعتها، في معتقداتها، في قيمها، في عاداتها، في تقاليدها، في لغتها، اذا قدروا يعملوا دوت بيسيطروا على ايه؟ على الدوله ديت، وتقع الدوله من الداخل، مش محتاجه تخش الحرب. وطبعا هم بيحاولوا يعملوا الكلام ده معانا، ولكن لن ينجحوا باذن الله. ليه؟ لان مصر اول حاجه عندها جيش قوي جدا، عندها جيش اخطر مما الكل يتصور او يتوقع. الحاجه الثانيه عندها شعب واعي. شعب واعي ايه؟ يعني شعب واعي، عشان كده احنا قلنا حتى شعب واعي متضامن. يعني كلمه ايه شعب واعي متضامن؟ شعب يعي ما يحدث، شعب فاهم ايه الانجازات اللي عملته الدوله المصريه خلال الفتره اللي فاتت، وما يعود على الدوله المصريه ومن الافراد، من الاول الفرد بيعود ايه على الفرد، وبيعود عليه على المجتمع، بيعود عليها الدوله، بيعود ايه على الدوله بشكل ايه عام. يبقى هنا لازم نعمل ايه؟ اول رساله لازم حضرتك تبقى واثق منها وانت بترددها مبعديه، وتقول لازم نحافظ على وطننا. يبقى الرساله الاولى الحفاظ على الوطن بكل السبل وبكل الطرق، وعدم الانصياع لاي اشاعات، وعدم الانصياع لاي امور مغرضه بتحاول توقع الدوله المصريه من الداخل، لان هم مش هيعرفوا باذن الله يوقعونا من الخارج ابدا ولا من الداخل كمان. بس انا بقول ايه اللي هيساعد؟ انت الوحيد اللي تقدر تساعد ان ما نقعش من الداخل، او ما نبقاش فيه ابتزاز للدوله من الداخل. ده من ايه؟ من وعيك انت، وعيك انت كمواطن. يبقى وعي المواطن هو الحاجه، السند الرئيسي في الحفاظ على الامن القومي المصري الداخلي. يبدا الامن المصري، الحفاظ على الامن القومي بالحفاظ على الامن القومي للشخص. الشخص طالما عنده هو حافظ نفسه، محصن نفسه بالمعلومه الصحيحه من مصدرها، من مصدر موثوق، يبقى لازم يكون عندي معلومات، عندي بيانات حقيقيه تم التحقق منها، تم التدقيق منها من مصادرها، وبناء عليه يبقى انا كده قدرت ان انا اكون ثقافتي واكون معلوماتي واكون الوعي اللي عندي، وبناء على كده ابدا اعمل ايه؟ ابدا اواجه بايه؟ اواجه بمعلومه حقيقيه، واصحح اخطاء، واصحح
لكل من يريد العبث في الداخل المصري. ده معلش انا مطول معاكم في الفيديو ده ليه؟ لانه مهم جدا. مهم جدا ان احنا نعرف الدوله المصريه لما حطت خطتها قالت الاتي، قالت احنا فين دلوقتي، تقدير موقف عام للدوله المصريه، واحنا عايزين نوصل لايه وهنوصل ازاي وتكلفتها كام. وده عمق التخطيط الاستراتيجي. عمق التخطيط الاستراتيجي بيتكلم اين نحن الان والى اين نريد ان نصل وكيف نصل ومتى نصل وما هي التكلفه الماليه التي نتكبدها لنصل الى ما نريد. مصر عايزه تعمل ايه؟ مصر عايزه تحقق التنميه الشامله، مصر عايزه تعمل ايه؟ عايزه تبقى احدى الدول العظمى، مصر عايزه تطلع تاني تبقى دوله من الدول الرياده في العالم. عشان تقدر تعمل كده عملت اللي انا بقوله ده واللي انت لازم تعمله انت كمواطن لنفسك. شوف انت فين دلوقتي وعايز توصل لفين، ولازم تحط بقى نفسك انا هنا تبقى تقدير موقف، يبقى انا عملت كده اين نحن الان والى اين نريد ان نصل وكيف نصل وبكم نصل في وقت قد ايه. الكلام ده عملته الدوله المصريه واشتغلنا على كده. اللي انا عايز اقوله لكم بقى ولازم نبقى فاهمينه كويس جدا ان الدوله المصريه ما اشتغلتش عبثا. الدوله المصريه اشتغلت ونصب عينيها المتغيرات الدوليه. المتغيرات الدوليه دي لانها لها تاثير على وتداعيات على الدوله المصريه. الدوله المصريه شافت قد ايه الصراع ما بين الكتل، ما بين مثلا المشروع الهند ومشروع الصين، ازاي ان الجانب ده والجانب ده بيتصارعوا للسيطره على العالم من نواحي تجاريه. فبالتالي مصر قررت انها تبقى موجوده وما المشاريع دي ما تعديش من حواليها هباء كده. يبقى لازم عشان انا ابقى موجود في اي مشروع عالمي بيحصل وهيمر ما يمرش غير من على ارضي. ليه؟ لان لازم يكون انا عندي استيعاب كامل لهذه المشروعات من خلال بنيه تحتيه قويه جدا عن طرق ومواني وارصفه وبنيه معلوماتيه وتكنولوجيا. بيبقى انا جاهز ان انا ابقى شريك اساسي في اي مشروع سوف يقوم او يحدث في العالم. عشان كده احنا هنتكلم بقى في المرحله الجايه دور مصر وعملت ايه مصر وهي بتعمل البنيه التحتيه. كان هل هدفها بس، هل هدف مصر من البنيه التحتيه وهذا التطور الكبير جدا انها بس تعمل اداه عشان تسهل الانتقالات والناس وده يعيش كويس وده يعيش؟ لا الكلام ده جزء من مهم جدا، ولكن احنا عندنا جزء هام جدا امني مهم جدا هنتكلم عنه، جزء تنموي هنتكلم عنه، جزء اقتصادي عالمي هنتكلم عنه. ايه علاقه اللي مصر عملته من البنيه التحتيه سواء كانت الطرق او الكباري او القطارات او المترو او القطار الكهربائي او الترددي او كل الكلام ده، وايه ايه شبكه الطرق اللي اتعملت في مصر دي تخدم على ايه؟ ما اكيد في هدف تاني غير الهدف المعلن العادي. احنا بقى هنتكلم عن كل المسكوت عنه، دور مصر عملت ايه ومصر كانت شايفه ايه وتاثير المشروعات اللي اتعملتها عليك انت كمواطن وعلى الدوله المصريه. وده هنتكلم عنه في كلام خفيف مع احمد الشريف ان شاء الله في الحلقه القادمه. تحياتي لحضراتكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.